إن هو يحجّم خطورة النادي الأهلي، قوة النادي الأهلي في ماتش الإسماعيلي كانت ظاهرة في التمريرات القصيّرة اللي كانت بتحصل ما بين ال4 اللي بيلعبوا قدّام إمام وحسين ومحمد عبد الله وجراديشار، والربط اللي كان بيحصل معاهم خصوصًا من أحمد رضا اللي كان بيلعب رقم 8 قدر إن هو يحط ال11 لاعب بتوع نادي الزمالك في نُص ملعبه، وبكده يقدر يقلل المساحات الصغيّرة اللي كانت بتظهر. وكان سريع جدًا في التحولات دي. خلّينا نتكلم كده سريعًا كده نبُص معانا على أول لقطة، بُص كده ال11 لاعب بتوع نادي الزمالك موجودين في نُص ملعبهم، وده ما قابلهوش قدرة من النادي الأهلي غير بالتسديد من بعيد، وده ما جابش غير في كورة واحدة بس اللي إمام عاشور حطها وخبطت في العارضة. الكورة التانية تبين لك قد إيه الزمالك كان متحفّظ يعني ما فيش غير زيزو وسيف الجزيري بس اللي موجودين في أول نُص ملعب النادي الأهلي. تيجي بقى اللقطة التالتة دي جميلة جدًا، بُص كده ده التحوّل اللي كان السريع اللي كان بيعمله، لو بصيت فوق هتلاقي النتيجة لسه 0-0 عشان ما حدش يقول لك إنه التحوّل ده بعد ما دخل فيه جول، لأ ده كانت النتيجة لسه 0-0 وفي 3 لعيبة جوّه منطقة الجزاء و3 برّه حوالين المنطقة، كمان 4 برّه، يبقى أنت كده بتتكلم بتهاجم ب7 موجودين معاك. اللقطة الأخيرة بقى تورّيك الفرق في التحوّل اللي أنا باتكلّم عليه، إنه النادي الأهلي حتى لمّا كان بيستخلص الكورة من نادي الزمالك ما كانش بيعرف يرتد ويعمل هجمة مرتدة بكثافة عددية. بُص كده إمام عاشور بيجري وحواليه 7 لعيبة من نادي الزمالك، 7 نُص الملعب أهو من أول خط النُص لحد منطقة جزاء الزمالك، في لاعب واحد من النادي الأهلي و7 لعيبة من نادي الزمالك. أنا شايف